العملات الرقمية فلوس المستقبل ولا فقاعة؟ أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشر. موضوعنا النهاردة شاغل العالم كله اليومين دول، العملات الرقمية. يعني إيه عملة رقمية؟ ليه بقت حديث الكبير والصغير؟ هل هي فعلا المستقبل ولا مجرد فقاعة ممكن تفرقع في أي وقت؟ عمرك فكرت إيه يخلي رقم على الشاشة يبقى أغلى من الذهب؟ وليه الناس مستعدة تدفع ملايين علشان حاجة ما تقدرش تمسكها بإيدك؟ العملات الرقمية إيه حكايتها؟ وهل هي فعلا فلوس المستقبل؟ طب العملات الرقمية بيتكوين وأخواتها فرصة ولا مخاطرة؟ في الحلقة دي هنتكلم عن كل اللي عايزين تعرفوه عن سر العملات الرقمية. تعالوا نقعد ونقولها هنا مع بعض في قعدة كنبة. يلا بينا. طب مش في الأول كده نعرف معنى العملات الرقمية؟ هي ببساطة فلوس إلكترونية بتتخزن على حاجات زي كروت الكريدت أو الفيزا أو المحافظ الإلكترونية اللي على موبايلك. وفي نوع تاني منها اللي هو فلوس الشبكة، ودي بتتنقل عن طريق الانترنت من غير ما تحتاج ان انت تروح لبنك او حتى تستخدم كاش. الفلوس دي يا جماعه مش ملموسه زي بتاعتنا، هي ارقام بتتعامل بيها على الشبكات. فالموضوع ببساطه انك بتتعامل بفلوس موجوده على النت بدل الورق اللي في جيبك. بسيطه اهي. طيب نيجي بقى لاشهر العملات. هما عملتين مشهورين قوي، البيتكوين والايثيريوم. طب معلش قبل ما اكمل كلام، هو مين اللي اخترع العملات الرقميه دي؟ طيب هي كمفهوم موجودة من زمان، أما لو هنتكلم على البيتكوين وأخواتها فهي بدأت مع شخص أو مجموعة مجهولة بتستخدم اسم ساتوشي ناكاموتو. بيقولك بقى في سنة 2008 نشر الأخ ساتوشي ده ورقة بحثية. الورقة دي كانت بتشرح فكرة نظام مالي جديد يخلي الناس تبعت فلوس لبعض من غير ما يحتاجوا وسيط زي البنك. في سنة بقى 2009 ظهرت أول عملة بيتكوين، ودي كانت البداية الفعلية للجيل الجديد من العملات الرقمية. الفكرة الأساسية إن العملات دي بتعتمد على تكنولوجيا اسمها البلوكشين، وفي ناس بتقول عليها البلوك تشين، اللي هي سجل رقمي مفتوح بيتسجل فيه كل العمليات بشكل آمن. وعملوها ليه؟ عشان يتخلصوا من سيطرة البنوك عليهم ويوفروا وسيلة دفع أسرع وأرخص. طيب نيجي بقى لتطور العملات الرقمية. أول حاجة كانت البيتكوين، بعديها ظهرت عملات تانية زي إيثيريوم، ودي بتديلك ميزة العقود الذكية. وفي كمان لايت كوين، ودي نسخة أسرع من البيتكوين، بنت عمها يعني. وكتير من العملات التانية اللي بقت جزء من الاقتصاد العالمي. لحد دلوقتي الهوية الحقيقية لساتوشي مش معروفة، مع اني اشك في ده، بس تمام. وده مدي للموضوع شوية غموض وإثارة، والناس اللي بتحب تجازف ويغامروا. طيب الناس بقى بقت بتهتم بالعملات الرقمية دي ليه؟ كل واحد بيهتم بالعملات الرقمية دي لاحتياجات معينة، أو بيهتم بيها لغرض ما في نفسه. في اللي بيهتم بيها بغرض الاستثمار وتحقيق الربح، لأن البيتكوين والإيثيريوم سعرهم ارتفع بشكل كبير جدا خلال السنين اللي فاتت، فاعتبروها وسيلة استثمار جديدة وبعيدة عن الأسهم والعقارات والذهب. احنا بقى دلوقتي بنتكلم على المميزات، صحصحوا بقى معايا في المميزات عشان بعد كده هندخل في العيوب. تاني حاجة، العملات الرقمية بتدي حرية مالية أكتر. ليه؟ لأنها بتخليك بتتعامل بشكل مباشر ومن غير وسيط. مفيش حد لا يقدر يتحكم فيها ولا حتى يمنعك من استخدامها. تالت حاجة، التحويلات الدولية بالعملات الرقمية أسرع بكتير من البنوك وكمان أرخص. ايه الميزة اللي بعد كده؟ ناس كتير بتشوف ان العملات الرقمية فرصة للمشاركة في ثورة تكنولوجية جديدة، لان العملات الرقمية دلوقتي ما بقتش خاصة للبيع والاستثمار بس، لا دلوقتي بقت بتستخدم في حاجات كتير قوي زي الاصول الرقمية والعقود الذكية والدخول لعوالم ميتافيرس. بالتالي الناس شايفة ان العملات الرقمية جزء من المستقبل المالي والتكنولوجي، وده بقى اللي خلى الاهتمام بيها يزيد يوم بعد يوم. ونسيت اقول لكم كمان ان في ناس تستخدمها عشان تواكب العصر، مش اكتر ولا اقل. اللي هو انا واد كول كده لازم ادخل في البيتكوين والعملات الرقمية عشان الناس الجامدة هي اللي بتدخل فيها. طيب عرفنا مميزاتها الجامدة جدا، نيجي بقى لعيوبها. وزي ما احنا عارفين كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب. اول عيب أو أول مشكلة، التقلب الشديد في الأسعار. فجأة العملة الرقمية أو البيتكوين يرتفع جدا
وفجأة ينخفض جدا، حاجة كده عاملة زي البورصة. فممكن ان انت تكسب كتير في لحظة وتخسر كتير في نفس ذات اللحظة. تاني حاجة، هي مش خاضعة لأي بنوك مركزية أو حتى حكومات، وده رغم ان هو ميزة كبيرة لناس كتير قوي، لكن ده برضو بيخليها عرضة للاستخدامات الغير مشروعة زي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أما بقى تالت عيب، ان المنصات دي ممكن تتعرض للقرصنة والاختراق والهاكر في لحظة، وبتتسرق منها العملات. فلو حد سرق محفظتك الرقمية صعب قوي يا حلو ان انت ترجع فلوسك. رابع حاجة، العملات الرقمية دي معتمدة على البرايفت كيز او المفاتيح الخاصة، ولو نسيت المفتاح او حتى ضاع منك مش هتقدر توصل لفلوسك تاني. خامس حاجة، تكنولوجيا البلوكشين لسه جديدة وبتحتاج تطوير مستمر للشبكات، يعني ممكن مثلا تواجه عطل او بطء في المعاملات بتاعتك زي ما حصل مع بيتكوين في بعض الاوقات. سادس حاجة، ونركز قوي بقى في سادس حاجة دي، النصب. إنه النصب يا سادة اللي فيه ناس كتير جدا بتقع ضحية في منصات تداول وهمية أو مشاريع عملات جديدة بتجمع منك الفلوس وتختفي، زي مثلا قضية بيتكونكت اللي قعدت من سنة 2016 ل 2018. القضية دي بقى حصل فيها ايه؟ ده كان مشروع بيقول انه منصة استثمارية بتقدم أرباح ضخمة بتصل ل1% يوميا. المستثمرين كانوا بيحطوا فلوسهم والشركة بتوعدهم بعوائد خرافية. في الحقيقة بقى بيتكونكت كانت نظام بونزي سكيم، نظام نصب بيركز على جمع فلوس من ناس جديدة لدفع أرباح ناس قديمة. وبعد ما المنصة دي انهارت سنة 2018 آلاف المستثمرين خسروا مليارات الدولارات ومحدش عارف يرجع فلوسه. وكمان عملية النصب اللي حصلت في منصة كوادريجاس CX، ودي كانت سنة 2019. ايه قصتها بقى دي كمان؟ لما توفى مؤسسها جيرالد كوتن فجأة قالوا ساعتها ان هو الوحيد اللي عنده مفاتيح المحافظ الرقمية، وبالتالي فلوس العملاء كانت مفقودة. 250 مليون دولار اختفت، وغيرها كتير وكتير من عمليات النصب والمشاريع الوهمية اللي بيجمعوا فلوس من المستثمرين وهوب فص ملح وداب. وعشان نختم الحلقة بنحب نقول ان العملات الرقمية عاملة زي البحر، يا تصطاد دهب زي ناس كتير يا تقع وتغرق. فلو فكرت ان انت تدخل المجال ده خليك واعي واقرا كويس وما تغامرش بكل اللي في جيبك الا لو عندك جيب تاني. وانا هنا هفضل اقول لكم دايما استثمر في عقلك قبل فلوسك. وكده خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.